ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي اقول لكم ازاي تجهز عربيتك لمشوار طويل وايه الحاجات المهمه اللي لازم تعملها قبل ما تطلع على الطريق. طيب، اول واهم حاجه عندي ابص عليها في الكبوت وهو مقاس الزيت. انا مش هينفع اوريكم مقاس الزيت دلوقتي لان العربيه سخنه. تاني حاجه هنبص عليها وهي قربه الميه. طبعا انا ما انصحكش ان انت تفتحها لان الغطا بتاعها حساس جدا. في عربيات كتيره القربه بتاعه الميه الغطا بتاعها بيبوظ، واي تسريب صغير بيخلي العربيه ترفع حراره، والموضوع ده مضاعفاته كتيره جدا فوق ما تتخيل. فبلاش تفتح غطا القربه، يفضل ان انت تبص على المقاس بتاعها من بره وتتاكد ان الميه عند المنسوب الكويس بتاعها. لازم تتاكد ان الميه اللي جوه العربيه تبقى ميه حمراء او ميه خضراء، والميه اللي موصي بيها التوكيل. طيب ده ليه؟ لان درجه غليان الميه العاديه اقل بكتير من ميه التبريد، والموضوع ده مش مناسب خالص لموتور العربيه خصوصا على مسافات طويله. طيب، تالت حاجه بص عليها في العربيه وهو منسوب مستوى زيت الفرامل. طبعا بتلاقي القربه بتاعه زيت الفرامل دايما اصغر بكتير من قربه الميه. لو خدت بالك هتلاقي قربه الميه اكبر بكتير، قربه الفرامل دايما بتبقى في الجزء ده من العربيه. يفضل ان انت تبعد عن دي خالص، يعني مختص هو اللي يبص عليها ويبص على مقاس الزيت بتاعها. طيب، اخر حاجه هتبص عليها في الفلودز بتاعت العربيه وهي ميه المساحات. طبعا ميه المساحات مهمه علشان ما تجيش تستخدم المساحات ما تلاقيش معاك ميه. طيب، وبكده انا بصيت على معظم سوائل العربيه. اهم حاجه ان انا ما اطلعش طريق سفر وانا لسه عامل صيانه في الفتيس بتاع العربيه او الكولر بتاع الفتيس او الكولر بتاع الموتور. تمام. اتاكد تماما ان العربيه ما كانتش بتخلط زيت مع الميه بتاعه العربيه، علشان الموضوع ده لو حصل مني على طريق سفر هتبقى مشكله كبيره. فانا لو لسه عامل صيانه للكولر اتاكد وامشي بالعربيه مسافه كويسه علشان ما يحصلش الموضوع ده معايا وانا طالع على طريق. طبعا ولو عربيتك سير الكتينه بتاعها كاوتش لازم تتاكد منه وتتاكد من العمر الافتراضي بتاعه، والافضل كمان تبص على حاله سير الدينامو تتاكد ان هو راكب كويس مفيش فيه شقوق او تمطيط مش بيلق في مكانه. وكمان يا ريت تبص برده على الخراطيم اللي طالعه من الموتور، مفيش اي تسريب طالع معاك، فلتر الزيت مفيش اي زيت طالع حواليه. الكلام ده يعني تبص كده بصه بعينك تشوف ان في اي حاجه غلط ولا لا. وبكده نكون خلصنا كل الحاجات اللي نبص عليها في الكبوت. تعالوا بقى نبص على ايه الحاجات اللي ناخدها معانا والكاوتش بتاعنا نتاكد منه ازاي. نيجي بقى لاهم حاجه تتاكد منها قبل ما تطلع على طريق سفر وهي الكاوتش. تمام، لازم تتاكد ان ضغط الكاوتش بتاعك مناسب. خلينا كده نبص على الكاوتش ده. طيب، اهم حاجه تبص عليها في العربيه عندك وهي ضغط هواء الكاوتش. ضغط الهواء بتاعك لو مش مناسب العربيه الهاندلنج بتاعها مش هيبقى كويس خالص، وكمان ممكن الكاوتش يتقطع منك وهيبقى عرضه للبلانين. فدي اكتر حاجه اصلا بتسبب ان الكاوتش يحصل له مشاكل، هي ان ضغط الهواء بتاعه ما يبقاش مظبوط. تاني حاجه تبص عليها وهي التخانه بتاعه الكاوتش هنا، هل هي مناسبه ولا لا. تالت حاجه تبص على الكاوتش لو فيه تشققات او بلانين او اي حاجه. رابع حاجه هتبص عليها في العربيه وهي تاريخ انتاج الكاوتش بتاعك. هتلاقي هنا 4 ارقام موجودين جنب بعض، اخر رقمين بيبقوا رقم السنه واول رقمين بيبقوا رقم الاسبوع. هنا عندي 11/25، يعني الكاوتش ده انتاج 2025 الاسبوع ال11 في 2025. تمام. تاريخ الانتاج بتاع الكاوتش ده مهم يا جماعه، يعني ما يفضلش ابدا تسافر مشوار طويل على كاوتش عمره اكتر من 5 سنين او ماشي اكتر من 50,000 كيلو. وكمان الرقم ده بيقل اكتر بكتير قوي في العربيات الرياضيه او الفرد الرياضيه. وكمان مهم جدا تبص على اقصى سرعه يتحملها الكاوتش وانت بتسافر. تمام، هو هنا مكتوب هنا حرف واي، هتلاقي عندك على الشاشه كل حرف بيرمز لسرعه كام. طبعا دي كمان من الحاجات المهمه اللي انت تبص عليها وانت بتشتري معانا في الشنطه واحنا مسافرين. معلش بقى الشنطه ملخبطه. نبص هنا تحت، اهم حاجه عندي يبقى الاستبن بتاعي متزود. تمام، في ناس كتير قوي بتنسى تزود هوا الاستبن بتاعها. طبعا لازم ابص على العده دي بتاعتي كلها، اتاكد ان العده كامله المسامير كامله. طبعا لوك الطبب بتاعه المسامير بتاعه الكاوتش اهم حاجه تتاكد انه معاك. القطعه دي ممكن تسوحك وما تعرفش تفك الكاوتش. زي ما تعالوا كده اوريكم هنا الكاوتش عندي الطبب دي، يعني هنا انا ما بشوفش المسمار على طول. طلع الكفر بتاع الصاموله الاول علشان تقدر تفك العجله. في ناس كتيره قوي بتشتري عربيات مستعمله مش بيبقى موجود فيها القطعه دي، ولما بتعطل على طريق بتتسوح. فاهم حاجه تبقى واخد بالك ان القطعه الصغيره دي موجوده معاك في الاستبن. وطبعا زي ما قلت لك ان ضغط الهواء بتاع الاستبن يبقى مظبوط. تمام. طبعا وتاني اهم حاجه معاك وما ينفعش تمشي بغيرها هي شنطه الاسعافات الاوليه والمثلث العاكس. طيب، لو انت عطلت على الطريق وعايز تستخدم المثلث ده ما ينفعش تروح تحط ورا العربيه، خصوصا لو انت على طريق سريع هتمشي مثلا حوالي 20 او 30 خطوه وبعد كده تحط المثلث، لان العربيات مش هتلحق تشوفك. فلما تيجي تستخدم المثلث ده ما تحطوش في ظهر العربيه على طول.
طبعا تالت حاجه واهم حاجه معانا، لازم يكون معاك طفايه حريق، تمام، وتبقى عارف ازاي بتستخدمها وازاي تشيل اللوك بتاعها. رابع حاجه معاك وهي طبعا كابل البطاريه، ما ينفعش تمشي من غير كابل البطاريه علشان لو العربيه نامت تسهل على الناس حتى ان هي تعرف تساعدك، تمام. يفضل يبقى معاك باور ستيشن، ويا سلام لو يبقى فيه كمان فيشه زي دي. طيب حتى لو العربيه بتاعتك فيها فيشه، اوعى تستخدم الفيشه اللي موجوده فيها علشان دي ممكن تنيم البطاريه، تمام. في بعض العربيات بيبقى فيها فيشه زي دي، تمام، وبتدعم وات عالي لحد 150 واط، بس انا ما انصحكش ان انت تستخدم الفيشه دي ابدا في طريق سفر. يفضل تاخد معاك باور بانك احسن، هيساعدك كتير. طبعا ما ينفعش تمشي وتطلع على الطريق من غير ما يبقى معاك جيركن ميه، تمام. اهم حاجه في الطريق هو جيركن الميه. هتقول لي ليه؟ معرفش، في مليون حاجه ممكن تخليك تحتاج ميه على الطريق. يفضل كمان لو ان انت تاخد معاك شويه ميه تبريد، الموضوع ده هيساعدك كتير. طبعا كمان لازم يبقى معاك جيركن زيت احتياطي للطريق، ويفضل برضو لو عربيتك تربو تحط فيها ايثانول او اوكتين بوستر، تمام. ما تستخدمش الحاجات دي لاول مره، لازم تكون مجربها قبل كده على العربيه بتاعتك وعارف هي بتعمل فرق ولا لا. طبعا الكلام ده للعربيات التربو، العربيات اللي مش تربو ما بيفرقش قوي، ما بتبقاش حساسه قوي للبنزين، بس العربيات اللي بنسبه انضغاط عاليه الموضوع ده ممكن يساعدها، خصوصا على طرق السفر ما بيبقاش البنزين جودته احسن حاجه. فعلشان ما تعطلش بسبب بنزين مش كويس، الحاجات دي ممكن تنظف جوده البنزين. طيب نيجي بقى للصندوق الكبير ده، لازمته ايه؟ انا واخده معايا ليه؟ يعني ايه اللي هيخليني اجيب صندوق زي ده وياخد معايا مساحه في العربيه؟ تعالوا نبص كده ايه الصندوق ده موجود فيه ايه. حاجات انا ممكن احتاجها في الطوارئ لا قدر الله. طبعا ده منفاخ، تمام. اهم حاجه نيجي للمنفاخ ده، اوريكم المنفاخ ده تستخدمه ازاي برضو. نيجي نفتح كده الشنطة. طيب هنبص هنا هنلاقي المنفاخ بتاعنا، تمام، وهنلاقي مقاس الكاوتش علشان تزود الكاوتش بتاعك طبعا، ويبقى كمان معاك لحام كاوتش عشان لو اكتر من فرده اتخرمت منك تعرف تمشي نفسك. وكمان لو مش هتعرف تغير الستبن بتاعك او مش عايز تمشي بيه مسافات طويله، فممكن تلحم الكاوتش بتاعك وتنفخه بالمنفاخ ده على طول. طيب انا شايف ان ده من اهم الحاجات اللي تبقى موجوده معاك في العربيه، وهو واير بتاع القطر، تمام، علشان لا قدر الله لو انت فاتت اي عربيه ودخلت في الصحراء غرست الكلام ده، لقيت حد عطلان محتاج مساعدتك، تعرف تساعده بالواير بتاع القطر ده، وثمنه مش غالي خالص، وطبعا ممكن ينقذك من مواقف مهمه جدا. فاهم حاجه الواير ده يبقى معاك في العربيه، وبيطلب من على امازون عادي جدا. طيب نيجي هنا لبقيه البوكس بتاعي. انا هنا عندي مفكات بكذا مقاس مختلف، تمام. انت ممكن تحتاج المفكات دي، وكمان ممكن تسهل على الميكانيكي او الناس اللي هتقف تساعدك بالعربيه ان انت معاك عده يقدروا يشتغلوا فيها، وده طقم الانكي نجمه، تمام. ونيجي هنا لشنطه العده دي موجود فيها مكنه لحام. طبعا يعني ما ينصحكش تجيب مكنه لحام لو ما بتعرفش تستخدمها. وهنا في مسامير وحاجات اطرافها تقدر تساعدني ان انا احل مشاكل كده صغيره بسرعه، تمام. نيجي برده لشنطه العده الثالثه معايا، وده مفك برده ليه كل المقاسات، فالحاجات دي انت ممكن تحتاجها معاك. طيب نيجي لاخر حاجه عندي في الصندوق، وهي دراع العزم ده. دراع العزم ده هيساعدك جدا في ان انت تغير العجله بتاعتك، لان الكوريك بتاع العربيه اللي بيجي معاها بيبقى دايما صغير قوي، وساعات بيبقى في مكان ضيق، فالموضوع بيبقى صعب قوي. فدراع العزم ده بيسهل عليك ان انت تلف الدراع بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده انا بلفه في اتجاه واحد، تمام، علشان انا بس ماسك الموبايل بايد وبصور بايد. فزي ما انتم شايفين انا قادر الف الدراع بكل سهوله. طبعا لما انت بتمسك الدراع من على الطرف كده فبيديك قوه اكتر، فتقدر ان انت ترفع العجله بشكل اسهل، ومش لازم تلف لفه كامله. يعني المفروض ممكن تلف نص لفه وترجع عادي وتروح في نفس الاتجاه. فالموضوع ده بيبقى اسهل عليك كتير جدا. وممكن كمان ان انت العربيه تتخرم منك وانت تعبان او صايم مش قادر تفك العجله، فالموضوع ده بيفرق معاك قوي. وبقيه العده اللي انا هبص عليها هي حاجات الصراحه مش مهمه قوي، ولكن انا بجيبها معايا من البيت دايما. لو انا طالع مشوار طويل لازم ان انا اخد العده بتاعتي، ممكن احتاجها وممكن ما احتاجهاش، بس الافضل ان هي تبقى معايا. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا لازم تكون معاك في طريق السفر، وهي جوجل مابس، تمام. لازم تكون باصص على جوجل مابس، لازم تكون كمان عامل داونلود للاوفلاين مابس عندك، ولازم تتاكد ان يكون معاك نت كويس. طيب في حاله ان طريق السفر بتاعك طويل جدا وانت عايز تعرف ايه البنزينات اللي ممكن تقابلها في الطريق، طيب مثلا هنا انت عايز تعرف ايه البنزينات اللي موجوده في طريقك من غير ما تخرج من الجي بي اس او تخرج من الرحله اللي انت موجود فيها، فانت هتدوس هنا، تمام، وبعد كده تدوس على اد ستوب، تمام. بعد كده هتقول له انا عايز جاز ستيشن،
تمام، انا عايز بنزينه، لما ادوس هنا على جاز ستيشن هيقوم جاي عامل لي سيرش ويطلع لي ايه هي البنزينات اللي موجوده عندي في الطريق. تمام، دي البنزينات اللي حواليا، ممكن اقعد اسكرول ما بينهم واشوف ايه هي البنزينات اللي موجوده معايا. طيب دي كده كانت الحاجات اللي انا عايز اقول لكم عليها. انا كده خلصت، ما تنساش تعملوا شير للفيديو ده لو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.